هنا عندي صدر ديال الدجاج. طبعا الدجاج كان مرقد في الملح والحامض بات ليله كامله، وغسلته عاد قطعت فقط الصدر ديال الدجاج، قطعته الى قطع بحال اللي غندير الشوا. ما خصنيش نكثر الملحه، نقدر نضيف عصره ديال الحامض ونضيف التوابل اللي عندي الزعفران، شويه القرفه، شويه البزار، شويه السكنجبير والملحه، شويه الزعتره اوريغانو، وشويه ديال التحميره. ودرت واحد العطريه ديال الدجاج باش كتجيب لنا هذاك الشيش طاووق بنين. وغادا نزيد دانون طبيعي، ونتبلو ونخلطو مزيان ونخليه راقد. صافي قطع ديال الدجاج انا خليتهم تشرملوا شي 5 ديال السوايع، حيت درتهم بكري. وهنا قطعت البصله على هذا الشكل هذا، غير كندير كل فرقتها على جوج، وكل نص كنضربو على جوج وكنعاودو في وسط النص. وعندي فلفله حمراء وفلفله خضراء والطوماطي حتى هي قطعتها مربعات بحال القطع ديال الدجاج. صافي نبدا نعمر القطبان ديالي. غنختار هذا النوع هذا وغادا نبدا. صافي وغنمشي بهذه الطريقه. درت قطعه ديال البصله، قطعه ديال الدجاج، قطعه ديال الفلفله خضراء، قطعه ديال الدجاج، قطعه ديال الفلفله حمراء، وقطعه ديال الدجاج، ومره درت طوماطي، مره قطعه ديال الدجاج مره اخرى، واخر حاجه درت قطعه ديال البصله. وهكذا غادا نمشي حتى نعمر القطيبات ديالي كاملين. وهذه هي الوصفه ديال الشيش طاووق. كملتو جربوه لان هذه الوصفه غتعجبكم بزاف بزاف. كيجي لذيذ ورائع لان ديك الريحه ديال الفلفله وديال البصله كتجي حتى هي زوينه في القلي. ممتاز ممتاز ممتاز. المهم انا كتعجبني بزاف، وجربوها وغادي تعجبكم. ومع السلامه حتى نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.